من المباراة. وبالتالي الاتحاد في الدقيقة الأخيرة أنت تشوف مثلا يعني الأمور تحدث أمامك، يعني من المفروض ألا تحدث من لاعبين كبار. تصرف هشام بوشروان قبل قليل أدى البطاقة الصفراء. الخطأ اللي يرتكبه الآن ويتسبب في طرد يعني أحمد حديد في الوقت اللي يحتاجه فريق نادي الاتحاد. أحمد حديد يطرد إذا من المباراة، وبالتالي راح يقبل الاتحاد الآن الوقت بدل الضائع للشوط الثاني من المباراة، وهو متخلف بهدفين مقابل هدف واحد. في تصوري أن النقاط للنصر لغاية الآن بهدفين مقابل هدف واحد. وبالأحداث التي تحدث أمامنا محاولة فيغاروا المرور والخطأ الذي يرتكبه أحمد حديد، وبالتالي تأتي حالة الطرد. يتوقف اللعب ويقترب النصر من النصر في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني من المباراة، مع وجود الضربة الحرة المباشرة لمصلحة النصر انلعبت ومتبادلة وتصل إلى الأرجنتيني فيغاروا اللي يحاول أنه يحصل على ضربة ركنية. صراع ما بين الفريقين صافرة من قبل حكم المباراة، والكرة إذن إلى خطأ لمصلحة الاتحاد. نلعب الآن في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني من المباراة. الدقائق والوقت بدل الضائع للشوط الثاني. يتعادل الاتحاد في احداث الان. عصب عادل اسامه المولد. خلاص الرئيس يتابع والجمهور يتابع، واحمد حديد يطرد اولا واسامه المولد يطرد ثانيا. يعني في مباراة كانت ولغاية الوقت بدل الضائع نظيفة، وكنا نقول